مشهين زعزع بلدي والله معايا نحضروا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في القناه الطبخ المغربي مع مريومه. اليوم ان شاء الله غنصايب معكم الريب البلدي بطريقه سهله وناجحه 100% وسريعه، وغنصايبها ان شاء الله زعزع بلدي. عندي طرو ديال الحليب، النص غنفيضو والنص غنخليه يخضر. ساهل ماهل وناجح وسريع في التحضير ديالو. صايبوه بالليل حتى كنبغيو نعسو الصباح كيصبح جاهز. نسطرو غنديرو يفيض. النص الثاني، نص لتر الثاني البارد غنزيد فيه ياغورت طبيعي بنكهه الفاني وثلاثه المعالق ديال السنيده، والحلاوه كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه. اللي بغاها شويه حلو زايد كيزيد. انا كندير غير 3 المعالق ديال السنيده. كنحركهم مزيان، وداك الحليب اللي غيفيض ليا كنخوي عليه وكنخلطو، كنديرو فشي اناء كيتسد مزيان كيروم، وكنحطو فشي بلاصه سخونه. الصباح كيصبح واجد منقاد. صافي كنحركو مزيان. صافي بعد ما حركت هذاك الفالو مزيان والحليب والسنيده، غنخليه يفيض الحليب الاخر ونخوي عليهم ونغطيه مزيان ونخليه حتى الصباح ان شاء الله. ونصايب معكم زعزع بلدي. الزعزع البلدي كنحتاج فيه الروز كلاصي، وكنحتاج فيه القمح مفسخ، وكنحتاج فيه الشعير اللي كيقول لي الزرع مفسخ، البلبوله الغليظه. انا نوريكم كيفاش دايره الصباح ان شاء الله، نخدم معكم كلشي. السلام عليكم. دابا غنشوفوا الحبوب اللي غنديروا. عندنا القمح ديال الشلاضه، وعندنا الروز، وعندنا الشعير، البلبوله ديال الشعير. كاين اللي كيقول لي الشعير مفسخ، كاين اللي كيقول لي البلبوله، ما عرفتش شكون واش كيقول لي. ديال الشلاضه تا هو داك ماشي مفسخ، اللي صايب ديال الشلاضه. دابا غنسلقوا كل حاجه بوحدها، الماء والملح. من يتسلقوا نسلقوهم ونصفوهم ونرجعوا نكملوا بقيه المقادير. ها الريب من بيتنا ليله كامله. شوف كيفاش صباح زوين، وصباح خاتر وزوين ومنعش وبارد، هو اللي يليق في هذا الصيف، في هذا الصهد وهاد الحراره اللي غنديروا به الزعزع بلدي. انا يلا درت داكشي كيتسلق وغنصفيه ونخليه حتى يبرد. وحتى مشروع اللي بغى يدير به مشروع، راه مشروع مربح وزوين وسهل. بعد ما وجدنا كلشي الحبوب ديالنا، الحبوب كديري اللي بغيتي، ديري الذره، ديري ايلان، ديري كلشي الحبوب كتشديهم تسلقيهم في الماء والملح وتحطيهم. انا اكتفيت غير بالقمح والشعير والروز كلاصي، ما عنديش كلاصي عوضته غير بالاخر. هنا كندير مع ندير الريب هو الاول، الريب اللي صايبنا البارح ها هو. كندير كميه من الريب، ندير معلقه ديال الروز، اللي بغى يدير به المشروع راه كيجي مشروع مربح. كنهز من الكميه، كل كميه كندير منها شويه شويه شويه. كيجي حسن ما كيتباع في الزنقه، والله الا كيجي واعر منعش وصحي وزوين. درنا كميه كنقادوها بحال هكا. انا الشوفان اللي ما جبتوش ما عنديش، هو اللي ما كاينش حتى الشوفان كنحمروه ونديروه من الفوق.
كنقادم كنعاود نزيد عليهم شويه الرايب من الفوق. نخلي فيه مستف الفواكه. الفواكه عندي الشهديه، عندي الخوخ، عندي البنان. كنديرو الدريساج بحال هكا البنان، كيجي رائع 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 ومنعش وبارد وزوين، واللي كيتكال في هذا الصيف في هذا الصهد. خرج شهر 9 هذا باقي الصهد. كنديرو طريف ديال الشهديه وطريف ديال الخوخ. الديسير اللي موجود عندنا في الدار كنديرو. كيجي رائع رائع رائع. نستفوا البنان، نديرو طريف شهديه طريف خوخ. عندنا الفواكه الجافه، عندنا الزبيب غسلناه ونشفناه. المكسرات اللي كاينين ديريهم اللوز الكركاع. كندير شويه اللوز هكا، دايره هنا اللوز والكركاع قطعتهم صغيورين. كندير الصلصه، اما الصلصه ديال اللوز ولا الصلصه ديال الرمان ولا الصلصه ديال الكراميل. انا عندي الصلصه ديال الرمان هي اللي غندير. يكون كلشي بارد، البنان بارد، التفاح بارد. كنستفو هكا. اللي بغا يديرو حتى مشروع زوين، مشروع زوين ومربح وما فيه ما فيش تكليفه كثيره، خفيف على الجيب وخفيف على سريع التحضير. نديرو المكس. قطع من الشعريه. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. شوفوا كيفاش جا منعش، ما فيش مجهود، ما كيطلبش مجهود لا في الجيب الا في الوقفه لا حتى حاجه، دغيا كيوجد ساهل ماهل وزوين ولذيذ. نقدروا نديروه للعشاء، نحتفظوا بالوصفه لرمضان ان شاء الله للسحور، حتى هو كيجي زوين السحور، منعشه وفيه فوائد منفعه، فيه المكسرات، فيه الديسير، فيه كلشي. كنصايبوا عندنا كلشي في المنزل. ونتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.